الحمد لله من بعد هاد الفتنه الكبيره اللي ناضت وخرجوا بزاف ديال الناس لا للفتنه، وهذا الشيء اللي يرد الامور ترجع للسيطره. وفي هذا الفيديو غادي نشوفوا الناس كاملين اللي يهضروا على هذه الفتنه وكيقولوا بانما المسلمون اخوه. المهم بلا ما نطول عليكم بزاف، تفرجوا في هذا الفيديو حتى النهايه. نتوما تشعلوها وحنا نعاودو نطفوها. كي تشوف شنو صاير بين الجزائر والمروك تقول حنا مسلمين. لا شريك، انا ما جيت نقول لك لافوت تاعنا ولا لافوت تاعهم، بصح جيت نقول لك ونذكرك بقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات. يقول الله تعالى: انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. كاينه عقيده واسمها عقيده الولاء والبراء، معناتها توالي المسلمين، والشعب المغربي شعب مسلم. يا ناس بصح هما اللي بداو شريكي، هما اللي بداو، ماشي معناتها حنا تاني نردوا عليهم. اذا كانوا هما على معصيه ماشي معناتها حنا تاني نعصيو الله عز وجل ونزيدو نديرو معاصي. راك فاهم العبسه بيبري؟ كي يكون كاينه فتنه بين المسلمين انت لازم تجنبها، ماشي تزيد تشعلها. ولا فرغنا البالون والسياسه يجمعنا الاسلام، ولا وسوس لك الشيطان وعاود دخلت في الفتنه هذه. تفكر سوره الحجرات الايه 10، خليها بين عينيك. السلام عليكم. شعب الجزائر وشعب المغربي، قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الفتنة محرمة وكلنا يعلم هذا. الجزائر والمغرب شعبان مسلمان، ولا ننسى أن من يزرع العداوة يخالف أمر الله. أنا لا أشاهد كرة القدم ولا أهتم بها، فقط رسالتي للشعب الجزائري والشعب المغربي: شجع أي فريق تريد، ولكن اتقوا الله في أقوالكم. الجزائر بلدي وأفتخر بها، وأسأل الله أن يحميها من هذه الفتن ويحمي كل دولة عربية. الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها. الحديث ضعيف، لكن هنا قلنا كمعنى فقط. عندما مثلا هذا او لا غيره راه ما كيمثلش يعني الشعب الجزائري كامل. فاحنا كنعرفوا بان الشعب الجزائري فيه اخواننا وفيه الناس يعني خوتنا، يعني الناس اللي ما تيبغيوش هذه الفتنه هذه. والدليل هو صديقي من الجزائر الاخ علي، هو يعني مع سلامات يعني ارسل لي يعني يواسيني ويتكلم معي وكذا. خويا سفيان، عادي يا اخي عادي، ان شاء الله كوب دافريك الجايه ان شاء الله وتربحوا يعني. والله غير مباراة اسطوريه ما شاء الله. لا الزوج كانوا يلعبوا مليح. عادي يا اخي عادي، وفيها خير ان شاء الله. كاس افريقيا الجاي ان شاء الله. امر واضح. وايضا يعني على الاخوه في الجزائر ان يحذروهم من هذا الامر هذا، يعني ما يبقاوش يسبوا بحال سمعت تما تيقولوا يعني في واحد التجمع مروكي حيوان، تسبيتي كاع المروكي كامل. وايضا عندنا هنا كيسبوهم كاملين، فهذا الشيء راه لا يجوز، وهذا الشيء راه ما كاينش في الاسلام في مره. وايضا حسبنا الله ونعم الوكيل في من ايقظ هذه الفتنه وبدا هذه الفتنه وبدا بالشحناء وبداو كيشحنوا بنادم. حتى في هذه البطوله هذه في الكره كان هذا بداو كيشحنوا بنادم من الاول. والمغرب غادي يشري ماتشات، المغرب شاري ماتشات كذا، والاخرين كيشحنوا في الاخرين، والمغاربه هنا كيشحنوا كيقولوا داخلين جزائريين وكذا. فبدات واحد الشحناء من الاول. حتى الافارقه جاو متشحنوا، حتى السنغاليين جاو متشحنوا، جاو في الفينال جاو مشحونين بان راه غادي يتظلموا وكذا، وتولد داكشي العنف، تولد على داكشي العنف. فهاد الشيء هذا غادي يتجازى عليه بنادم. كاع اللي لاح كلمه وحده وتيدعو الى التفرقه وتيدعو الى العنف وتيدعو الى الشحناء يشحن بنادم، فراه غادي يتجازى على هذا الشيء هذا. الا ما تجازى هنا غادي يجازيه الله عز وجل. فهاد الشيء راه لا يجوز، والله المستعان. السلام عليكم ورحمه الله. هذه رساله لذاك المؤثرين وصناع المحتوى اللي كينشروا وكيبارطاجيو التصاور والفيديوهات ديال بعض الاخوان في الجزائر او تونس او مصر فرحانين. علاش؟ حيت المنتخب زعما خسر وما داش الكاس. شنو كيسحاب له هذا المؤثر وصانع محتوى؟ صحاب له راه كينصر البلاد، صحاب له راه باغي الخير للمغرب. خطا، انت باغي الفتنه، انت كتشعل العافيه بلا ما تشعر، انت باغي الحرب تنوض، ولكن ما فراسك ما يعاود، مقلوبه عليك القفه، غالب عليك الشيطان. الله سبحانه وتعالى كيقول: قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. دخل التعاليق وشوف الحرب نايضه، كاين السب والشتم والقذف بين الدول. هذا هو الخير اللي باغي انت للبلاد. الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. اتق الله عز وجل وحذف هذا الشيء هذا، راه شي سيئات جاريه الى يوم القيامه. ادعي الله عز وجل يوحد بين الدول وتولي امه واحده تحت رايه واحده، لا اله الا الله محمد رسول الله. اما التفريقه هذه راه ما عندنا ما نديروا بها. السلام عليكم ورحمه الله. كونك جزائري تبقى المغاربة راح تحمل أوزارهم على رقبتك يوم القيامة، وكونك مغربي تبقى الجزائريين راح تحمل أوزارهم على رقبتك يوم القيامة. وأنا ما نعتقد أنك راك حاب يكون على رقبتك 40 مليون نسمة. ثانيا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: الفتنة أشد من القتل. دوك شوية سيريو،
الموضوع راه خرج على نطاق كرة القدم. هذه الكرة المنفوخة من الجلد أثارت فتنة بين شعبين مسلمين على عقيدة واحدة، الاثنان يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله على مذهب أهل السنة والجماعة. فكيف لي أن أحارب إخواني، أن أسب إخواني وهم يسبونني؟ كيف؟ علاج الكرة مصنوعة من الجلد، والله المستعان. وفي الأصل خاوتنا اللي راهم يموتوا في فلسطين راهم منتلهوا بهم. اتقوا الله يا إخوان، اتقوا الله. الفتنة راهي زادت أكثر وأكثر وراهي تشعل عام بعد عام. ما تخلوش الكرة تزيد فيها وما تخلوش الكرة تفرقنا. اتقوا الله، وحسبي الله ونعم الوكيل على كل إنسان راهو يزيد في هذه الفتنة، سواء كان جزائري أو مغربي. والدليل شوفوا خاوتي، عندي أخي وصديقي سفيان من المغرب، هاي لك نهار خسرنا معاه نيجيريا عادي وساني. اسمعوا. عادي أخي، عادي خيرها في غيرها. أيضا يعني صراحة 2013 تشجعنا صراحة لما أخذت كأس يعني عقل أنني شجعت الجزائر في ذلك الوقت اللي كانت خارج المغرب. صافي يعني الكل في المغرب يشجع الجزائر صراحة حقيقة. الله المستعان. أسأل الله تعالى أن يجمع شملنا ويحبب قلوبنا ويحفظ بلادنا وبلاد المغرب. والسلام عليكم. خير. مما أحزنني نط نلقى العياط. وش كاين هذا؟ قال لك المروك خسرت والجزائر كلها فرحان. اليهود يلعبوا بينا جماعة. خلاص هكذا بعد البالو، وغدوة نتهاوشوا مع مصر تاني تفرح الجزائر، ونتهاوشوا مع موريتانيا، ونتهاوشوا كذا. اما ربي قال لنا يا كاس افريقيا العرب كل روح تروح واحد فيكم ما يديها، لانه مش وقت كاس افريقيا، مش اللعب، انه وقت الجهاد في سبيل الله. ناس كبار ومن شهر شنو صار في الامه؟ حنا دستورنا هو القران. قال الله عز وجل وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون. اليهود يولوا يضحكوا علينا يقولوا هذه الامه اللي خسرت تحرر فلسطين. هذا هم اللي يقولوا نروحوا نحاربوا خواتهم يموتوا هم فرحانين وبالبنادر خارجين ويصفقوا في ميجان. وش يقول علينا اهل فلسطين؟ وش يقول علينا اهل الشهداء والارامل، اهل المقاومه، الرجال المقاومه؟ وش يقولوا علينا؟ بانوا الجلد المنفوخ. قلت لكم نحن لا نريد كأس افريقيا ولا نريد كأس العالم، نحن نريد العالم بأسره يكون تحت راية لا اله الا الله محمد رسول الله. نحوش على كأس العالم، نحوش على العالم يخنع ويخضع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. نشوف التفاهات، نشوف ناس مثقفين يقولوا في كلام لخوتهم مش مليح، هذوك يسبوا في هذا وهذا يسبوا في هذا. هذه أمة محمد. صلاح الدين الأيوبي محرر الأقصى، محرر الأقصى. صالح الدين الأيوبي محرر هذاك في ميجان، ذيك الأسونات كل لميتوهم وديتوهم لخوتكم الغزة، والله شريتوا بهم الليكوش للمرضى، والله الفساد المنكرات هذه أحبة رسول الله. هكذا قال لنا الله. ربي قلنا وأن هذه أمتكم أمة واحدة. أول من لعب بكرة القدم هو رأس يحيى بن زكريا نحول رأسه لعبوا به كرة قدم يا أمة محمد. نساء خارجين يلعب، قال لك وش بيك خارجة؟ قالت فرحانة خسرت الفريق هذاك ودار هذاك. ترجعوا الأقصى، نرجعوا الأقصى بهذو دايرين ساحة كبيرة معمرين واقفين فيها نساء ورجال اختلاط. حوسوا يحرر الأقصى. لا يحرر الأقصى هكذا أحبة رسول الله. خوتنا كل لا إله إلا الله محمد رسول الله. تفرق ما بيناتنا رجال البار والجد المنفوخ. عجبت وبكيت دما ويأست وما فرحتش يا أحبة رسول الله. فرحت أنا قلت كاش والله قلت خبر مليح، قلت كاش من المقاومة والله كاش حاجة. فرحت قال لك جماعة على واش خاوتهم خسروا، وذوك غدوة ثاني تخسر الجزائر يزيدوا يخسروا، ذاك الناس تسب في بعضها، غدوة مع مصر وغدوة مع مش عارف موريتانيا مع الرأس الأخضر ولا مش عارف ايش. هم يخططون ونحن نلعب. بي صالح الدين الأيوبي يهزوا هكذا وطفل صغير يلعب مع الأولاد خط فلط. قال له آلمتك؟ قال له مالي هذا أنجبتك؟ قال له ما تزوجش أمك أنا باش ننجبك تلعب في الطريق مع الذر. قال له جبتك باش تحرر الأقصى. قال له آلمتك السقطة وجعتك؟ قال له آلمتني. قال له على ما عيطتش ما صرختش من الألم؟ قال له ما كان لمحرر الأقصى أن يصرخ، ما كان لمحرر الأقصى أن يصرخ. وين راه الجيل هذا؟ وين راه الجيل؟ أين هذا الجيل؟ ربنا مع البال وربنا مع. المهم حتى لهنا كنكونوا وصلنا لنهايه الفيديو. الا عجبك الفيديو خلي لايك وقولنا الاراء ديالك في الكومونتير. تهلاو.